كتبدا القصة مع واحد العائلة بسيطة مكونة من نيك ومراتو هيلين. ولادهم بجوج، الولد الكبير واللي سميتو بريد غتكون الهواية ديالو هي رياضة الهوكي، اما خوه الصغير لوكاس غيكون فنان وكيعجبو الرسم. افراد هاد العائلة غيكونوا فرحانين وعايشين الحياة الطبيعية، وغنعرفوا باللي نيك هو رجل اعمال وعنده شركة ديال التأمين، وفي السالة اليوم الخدمة مشى يتفرج في الماتش النهائي ديال ولده ويشجعو. بريد والفريق ديالو غادي يربحوا وداو الكاس ديال البطولة، وما راجعين للدار بجوج غادي يكون بريد طايب بالفرحة وقال باه بلي ما كرهش يمشي لكندا باش يكمل المسيره ديالو في الرياضه واللي كتعجبو. نيك غادي يوافق حيت كيتيق في المهارات ديال ولده، وغيكونوا دابا دايزين من واحد الحي ومعروف باللي هو خطير وفيه العصابات. وفي واحد اللحظه تفاوتوا معاهم واحد جوج طوموبيلات ديال شي عصابه، شويه هما يرجعوا موراهم. هادشي غادي يخلعهم ديال بصح. الاب غادي يضرب على الطوموبيل خواش من المازوط ودخل اقرب ستاسيون باش يعمرها. بريد دخل الماركيت اللي تما باش ياخذ ليه شي عصير، اما نيك غادي يصوني على مراته باش يعلمهم باللي ولدهم ربح الكاس. فهاد اللحظه غادي يوصلوا الطوموبيلات اللي كانوا تابعينهم ونزلوا منهم شي رجال ضاربين كاغولات غادي يهجموا على الماركيت باش يسرقوه. السيد اللي مقابل الماركيت ما بغاش يعطيهم الفلوس، هو يتيري فيه واحد من العصابه بالشوتغان وصفاها ليه. الاب من برا غادي يسمع صوت القرطاس ومشى كيجري باش يطمئن على ولده، لكن دخلت فيه واحد من الطوموبيلات ديال العصابه عندهم واحد القاعده بسيطه، واللي هي ان كل واحد جديد معاهم خاص يقتل شي واحد عشوائي، هادشي باش ينضم ليهم. وللاسف الرجل العشوائي هاد المره كان هو بريد، العضو الجديد في العصابه متردد ومخلوع، لكن في الاخر دوز على بريد بواحد الموس. نيك تصدم هو كيشوف هادشي وهجم على العضو الجديد، بينما بقيه العصابه هربوا. طيحوا نيك في الارض حيدوا لي القناع. الدري يقدر يهرب لكن ضرباتو الطوموبيل، اما نيك هز ولده وداه للسبيطار. العائله كامله وصلت لتما باش يسمعوا الخبر الموت ديال بريد. ديك الساعه حتى كلمه ما قدرت تعبر على الشعور ديالهم. الغد ليه في الكوميساريه قدر نيك يتعرف على الوجه ديال القاتل، دري في عمره 23 عام وسميتو جو، ودازت الجنازه ديال بريد في واحد الجو اللي كله كآبه وحزن على الفرد العائلي اللي فقدوه. الوالدين لقاو صعوبه هاد الليله باش ينعسوا وبقاو سهرانين كيبكيو، اما لوكاس كيدوز نهار كامل بالفيديوهات ديال خوه اللي مات. وفي واحد النهار كان نيك كيوجد باش يتلاقى مع محامي، وقالت ليه مراتو يدير ما في جهدو باش القاتل ياخذ المؤبد. نيك مشى يتلاقى مع المحامي والمحققه باش يقول ليه المحامي كيفاش يشرع على الموت ديال ولده في الجلسه ديال المحكمه اللي عنده غدا، لكن المحامي قال ليه باللي الادله اللي كتتهم المجرم ضعيفه والكاميرات ديال الماركيش ما كانتش خدامه داك النهار، يعني غادي يعطيوه غير 3 سنين ديال الحبس. نيك زاد طلع ليه الدم حيت كان عوال يحكموا عليه بالاعدام ولا على الاقل بالمؤبد. وفي الجلسه ديال الحكم غادي يكون جو كيهدد نيك. القاضي طلب منه يشهد باللي جو هو اللي صفاها لولده. نيك غادي يصدم كلشي ورفض يشهد في جو، وقال لهم ديك البلاصه كانت مظلمه وما قدرش تلاحظ وجه القاتل. هادشي خلى كلشي مصدوم والقاضي صافي سد القضيه، وجاو طلقوا سراحه بطبيعه الحال. جاو خرج من المحكمه وهو فرحان حيت اخيرا خدا البراءه، وفي ديك اللحظه وصلت العصابه وعنقوه ورحبوا به، وحتى بيلي زعيم العصابه اكد ليه رسميا الانضمام ديالو ليهم. جو غادي يكون في طوموبيلته كيتجسس عليهم من بعيد، وفاش تحركوا غيتبعهم. جو غياخد واحد التدويره من بيلي وخلاه في البار باش يستمتع بوقشو. نيك غادي يرجع للكراج ديالو للدار وبان باللي كيقلب على شي سلاح، الملامح ديالو كتبين باللي ناوي على الانتقام. فهاد اللحظه غادي يدخل عليه ولدو ومراته وقال لهم باللي المجرم طق سراحو حيت الادله ضده ما كانش كافيه، ودار راسو راه نسى شي حاجه في البير وباش يقدر يخرج من تما هز معاه حتى واحد الموس صغير. غادي يقصد البار فين كاين جو واللي غيتصدم فاش غيلقاه قدامه. نيك غادي يهجم عليه وناضت المضاربه بيناتهم، وسالات ملي الجو تغرس ليه الموس في كرشو وغير بالغلط. نيك شاف الجو غارق بالدمايات هو يهرب من تما بالزربه، مشى لواحد الخلا بعيد ومسح البصمات ديالو من الموس ولاحو في الماء. وملي دخل الدار غادي تشوف مراتو هيلين يدو مجروحه وسولاتو، هو ما قالش ليها شنو دار لكن انفجر بالبكا فاش كان كيدوش. ودابا نيك حاليا قاتل ضحيه في نفس الوقت، اما بيلي مشى يزور البوس ديالو. البوس العصابه كامله خدامه عنده. بيلي عطاه الفلوس ديال البراكاج الماركيت. البوس غادي يغوت عليه حيت الفلوس كانت قليله بزاف وجرى عليه من ديك البلاصه. من تما رجع المقر ديالو السري ديال العصابه، واحد من الرجال اللي جاب ليه الخبار ديال جو اللي مات. السيد غادي يتصدم وتعصب في هاد اللحظه. والغد ليه غنشوفو نيك في البيرو ديالو في الخدمه، الاول فاصمه على يدو اللي مضروبه. مرة شويه غادي تبان عنده المحققه وعلماتو باللي القاتل ديال ولده راه مات، ولاحظات الفاصمه اللي داير على يدو وافترضات باللي عندها شي علاقه بالانتقام. في البلاصه اخرى في المقر ديال العصابه غيبانوا لينا رجال مجموعين غيكونوا يهضروا على الموت ديال صاحبهم جو، وقالوا لبيلي باللي هضروا مع كاع العصابات اللي عندهم معاهم عداوه وكلهم نكروا باللي صفا هو الجو. وواحد غيهضر في هاد اللحظه وقال لهم باللي فاش مات جو اختو شافت واحد الراجل لابس كوسيم واقف حدا البار، وتاكدات باللي هو نيك من خلال التصويره اللي شافت في الجورنال. نيك ملي سال خدمته بدل الفاصمه في واحد فرماسيان وكان غادي للباركينغ باش يهز طوموبيلته. غادي يكون غادي ومراتش البال رجال العصابه اللي كانوا تما، واحد منهم غيكون هاز سلاح وكيقرب ليه.
هو يحس بينيك وطير ليه السلاح بالحقيبه اللي هاز. بيلي ورجالو في هاد اللحظه غيبداو يشيلوا القرطاس بعشوائيه والناس مخلوعين وكلشي هرب. نيك قدر يهرب لشي زناقي ضيقين بينما افراد العصابه كيتبعوه وكيشيلوه فيه. غير لاحظ نيك بلي الحقيبه ديال اللي هاز متقل عليه وقدر يتخلص منها ودخل لواحد البنايه وسد الباب موراه وطلع الباركينغ اللي فيه طوموبيلته وبالغلط غيضرب واحد الطوموبيل وطلقات الانذار واضطر يدير نفس الشيء بزاف ديال الطوموبيلات باش يتلفهم. فاش وصل للطبق اللي فيه طوموبيلته غادي يوصل ليه واحد من العصابه غيدير ليه عامر في خاويه وهو يتلاع عليه. حاول يحيد ليه السلاح وما قدرش وبغى يهرب من واحد الطوموبيل وهو مضارب معاه باش يديماريا. غادي ينوض السيد وهجم عليه وبقاو مضاربين في داخل ديال الطوموبيل بينما هي ترجع اللور وكتقرب طيح من الفوق ديال البنايه. نيك ربطو بالصمته من راسو وهرس البابريز ديال الطوموبيل واخيرا قدر يخرج منها قبل ما تلاح. رجال العصابه اللي كانوا لتحت شافوا المنظر ديال الطوموبيل طاحت قدام عينيهم وفيها صاحبهم. مورا هادشي جا اتصال من عند مراتو كتقول ليه بلي لوكاس غبر من الدار. نيك غيتحرك بالزربه باش يقلب عليه ولقاه في ستاسيون اللي مات فيه ولدو. غادي يرجعوا للدار وطلبت منه ما يعاودش يخرج بلا ما يقولها ليها. البوليس بما فيهم المحقق غادي يوصل لمسرح الجريمه لقاو بلي الضحيه من نفس العصابه ديال جو وواضح بزاف بلي نيك كان مورا هادشي. الغد اللي في الصباح غادي يبان لينا واحد من رجال العصابه في الشركه ديال نيك جا لهنا باش يرد ليه الحقيبه اللي لاه داك النهار فاش كان هارب منهم. ملي فتح نيك الحقيبه غيلقى فيها تصويرات عائلته مجموعين كلهم مدير عليهم كروه حمر، يعني العصابه كتخطط باش تقتلهم كاملين ورا التصويره غتكون مكتوبه واحد النمره. نيك توتر في هاد اللحظه وصون عليها والنمره طلعت ديال بيلي وقال لنيك نهايتك انت وعائلتك راه قربات وحذروا نيك من انه يقرب من عائلته وهدوا بيلي الا تأذى شي واحد غادي يشرق ليه مصارنو كيف ما دار مع صاحبو جو. بيلي جاوبو بلي جو كان خوه ماشي صاحبو وبلا ما يضيع نيك الوقت صون على مراته وطلب منها ترد البال هي ولوكاس ويبقاو في الدار وهو خارج من الشركه. صون حتى على المحققه طلب منها توفر الحمايه لعائلته وفاش رجع للدار بدا كيتاكد من الشراجم باللي مسدودين مزيان. مراته وولدو كيسولوه شنو واقع هو خلاهم كلهم مخلوعين. مورا شويه غادي يدخل عليهم المحققه قالت لنيك بلي هو اللي بدا فكره الانتقام وهو اللي عرض عائلته للخطر. المحققه طلبت منه اعترف بلي هو اللي قتل جو اللي من العصابه. البوليس في كلا الحالات غادي يحميو عائلته لكن نيك نكر هاد الشيء. في ديك الليله ملي كانت العائله كامله ناعسه نيك بقى فايق وعاس على الدار. في هاد اللحظه غيسمع الانذار ديال شي طوموبيل ولقى بلي البوليس قتلوه بواحد الطريقه اللي خايبه. شويه دخلوا عليه العصابه للدار وقدر يهرب وتفادى القرطاس وفوق من هادشي سبب لواحد منهم في ضربه اللي خايبه وشد واحد من العصابه وتلاحوا وياه من الضروج. لكن هادشي كامل سالم اللي تخدات عائلته كرهينه من طرف العصابه. بيلي بلا ذره رحمه ولا شفاقه تيرا في لوكاس وهيلين وفاش ناض نيك حتى هو غادي تيري فيه وخرجوا من تمو وخلاوهم غارقين في دمهم. ومن مورا شي ايام غادي يفيق نيك من الغيبوبه اللي كان فيها. المحققه غادي تدخل عنده وعزاتو في مراته وقالت ليه بلي لوكاس في غيبوبه لكن الاحتماليه باش يفيق راه قليله بزاف. نيك ملي سمع هادشي مشى يطلع عليه اعتذر منه ورجع اللومه على راسو وهو يحس بالندم في هاد اللحظه. بلي عاودة المحقق دخلت على نيك اكتشفت بلي هرب من الشرجم. نيك خرج بالفاطمه اللي في راسو والشتا كتصب عليه وصل الدار اللي هي دابا مسرح الجريمه. الغد ليه توجه للبنكه باش يخوي الحساب ديال العائله اللي هي اصلا ما بقاتش عنده عائله. من بعد قصد البار اللي شاف فيه جو النهار الاول وسول البارمان على المقر ديال العصابه. البارمان رفض يعطيه المعلومات هو يضربو نيك راسو مع الكونطوار وعطاه مبلغ من الفلوس. البارمان قال لي على المقر ديال العصابه وهات شوف كيبغيو الفلوس وحتى الكراج ديال البوس اللي كيبيع فيه السلاح. نيك غيمشي نيشان لعند البوس واللي في الاول ما بينش ليه الاهتمام حتى شاف الساك ديال الفلوس اللي جاي معاه. نيك خدا واحد الشوتغان وشي فرادو وبزاف من القرطاس ورجع للكراج باش يفيني الفرادو ويخدم بيهم باش يولفهم. من بعد حس راسو اللي مجروح ولبس الجاكيطه اللي كان لابس ولدو نهار مات. نيك في هاد اللحظه توجه للبلاصه ديال العصابه اللي قال ليه البارمان وهرس الباب بالشوتغان وخلع رجل العصابه اللي لقى لداخل. رجل العصابه بقى مصدوم حيت عند بالو راه نيك مات. نيك غيهز الفردين في وجهه وبزز عليه سول بيلي وفعلا داكشي اللي وقع وتيرا فيه نيك في راسو. نيك عرف بلي العصابه مجموعه في واحد السبيطار مهجور غادي يقصد السبيطار ودخل ليه وصفاها لواحد من العصابه في الطوموبيل قبل كاع ما يعمر حتى سلاحه. من بعد توغل في البنايه وكصفيها لهم واحد بواحد وهما ما قدروا يديروا والو قدامه حتى بقات ليه غير واحد غرفه حمراء فتدخل ليها تبادل القرطاس مع الرجال اللي تما وقدر يقتلهم كاملين. وحتى بيلي طيحوا في الارض لكن مع الاسف حتى هو جات فيه رصاصه في عنقه. بيلي غادي يسالي ليه القرطاس وريح في الكنابي حدا نيك واعترف ليه بالشجاعه والقوه ديالو. بيلي عند بالو راه نيك حتى هو سالى ليه القرطاس لكن ملي شاف جبد واحد الفردي عامر غادي تشدو البكيه. فهاد اللحظه خرج نيك من تما بعد ما صفاها ليه. غادي يرجع نيشان للدار ديالو وبدا كيتفرج في الفيديو القديم ديال عائلته وكيتسنى البوليس يدخلوا عليه ويعتقلوه. فعلا البوليس غادي يوصلوا للدار في هاد اللحظه وحتى المحققه وصلات معاهم وعلماتو باللي ولدو لوكاس راه فاق وبدا كيتحرك في بلاصتو.
هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عجبكم منساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.